شخصيتنا اليوم هي شخصية عظيمة، شخصية عالم جليل اسمه ابن سينا. ابن سينا هو أبو العلي الحسين ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي ابن سينا. ولد ابن سينا في بلدة أفشنة بأوزبكستان سنة 980 ميلادية، وهو من أشهر العلماء والأطباء والفلاسفة المسلمين. ومن أهم الألقاب التي لقب بها ابن سينا الشيخ الرئيس، ولقبه الغربيون أمير الطب وأيضا أبو الطب الحديث. ولابن سينا أكثر من 200 كتاب ومجلد، وهو أول من قام بعملية التدوين في مجال الطب. ومن أهم أعماله القانون في الطب، وهو يعتبر المرجع الأساسي للطب طيلة 7 قرون. ابن سينا حفظ القرآن الكريم كاملا عن عمر 10 سنوات، ثم بدأ تعلم الفقه والأدب والطب والفلسفة، وأصبح له بصمة تاريخية في حياته العملية والعلمية، وأيضا تفسير القرآن والطب وعلوم الحساب والجبر. وتميز ابن سينا بالفطنة والذكاء الخارق والمنطق، فقام بترجمة القرآن الكريم للغة الفارسية لجعل المسلمين غير العرب يتمكنوا من حفظه وقراءته وفهمه. وابن سينا له إنجازات كثيرة، من ضمنها على سبيل المثال وليس الحصر، يعتبر ابن سينا أول عالم في الكون قام بتشخيص حالات الشلل النصفي، وهو أول مكتشف لدودة الإنكلستوما والتي أطلق عليها الدودة المستديرة، ووصفها وصف تام وحدد أسبابها. ويعتبر ابن سينا أول من اكتشف أعراض مرض داء الفيل، والذي تسببه دودة الفلاريا ويزيد من حجم القدمين. وابن سينا أول مكتشف لأعراض مرض الجمرة الخبيثة، وهو أول مخترع لكثير من الأدوية العشبية. وابن سينا له كتب ومؤلفات كثيرة عن تركيب وتشريح العين. وقد نجح ابن سينا في علاج السلطان نوح سلطان بخاري من مرض عضال. ويعتبر ابن سينا أول من وصف مرض السحايا وصفا دقيقا، وهو أول من عرف سبب مرض اليرقان والاضطرابات. وأيضا قام بتمييز التهاب الرئة والسكتة الدماغية. ولابن سينا أكثر من 760 وصفة دوائية. أما عن مجال الأبحاث فله أبحاث متعددة في مجال العقاقير وأمراض القلب وتركيبها. واعتبر ابن سينا النبض مقياسا لصحة الإنسان، وأيضا قام بوصف مرض السرطان. وعن أدوار ابن سينا فقام بمهاجمة المنجمين وأصحاب الخرافات والأساطير. أما عن وفاته فتوفى ابن سينا لدى إحدى أصدقائه بعد أن أصابه المرض، وذلك قبل أن يكمل 50 عام، بتاريخ 10 ديسمبر 1037 ميلادية في مدينة همدان الإيرانية. أما عن الألقاب التي لقب بها ابن سينا فهي كثيرة ومتعددة، ومن أهمها أمير الأطباء، حجة الحق، أبو الطب، شرف الملك، الوزير، الشيخ الرئيس، وأيضا المعلم الثالث بعد أرسطو وأفلاطون. أما عن مؤلفات ابن سينا فمن أهمها القانون في الطب عام 1030 ميلادية، وأيضا كتاب الشفاء، الإشارات والتنبيهات، النجاة، الأدوية القلبية، دفع المضار الكلية عن الأبدان الإنسانية. ولقد ترجمت مؤلفاته إلى اللغة اللاتينية، وكثير من مؤلفات ترجمت إلى لغات مختلفة من لغات العالم.